صباح الخير، تعالوا نعمل مع بعض 4 أنواع من الهوت شوكليت. طعمهم لذيذ جدا وكل واحد فيهم مختلف عن التاني. نبدأ على طول بأول واحد وهو الكلاسيك، هنعمله على الطريقة الإيطالية، وهقول لكم واحنا بنشتغل كده الفرق بين الهوت شوكليت الإيطالي والهوت شوكليت العادي أو الفرنسي. كل الفرق ما بينهم هو معلقة النشا اللي احنا بنحطها. عندي كوباية من اللبن، معلقة نشا كبيرة وبس ما بتبقاش مليانة، وعندي معلقة كاكاو برضو كبيرة. هسيب لكم كل المقادير بالمعالق او بالمعيار الجرام. عندي معلقة كبيرة من العسل، ودي بديل معلقة السكر لان انا كنت هعمله للبنات، فما حبيتش ان انا احط سكر عليه، ولكن الوصفة الاصلية بتحط معلقة كبيرة من السكر، ولو حابينه يبقى صحي خلاص ضيفوا العسل. وعندي كمان شوكولاتة دارك اللي هي بتبقى فوق 50%. كل ما بتزيد النسبة دي كل ما بيزيد فيها نسبة الكاكاو وبتقل نسبة السكر. قطعت بقى بتاع 4 مكعبات كده، وهبدأ أضيف اللبن في الكسرولة اللي أنا هشتغل فيها. هضيف اللبن وعليها معلقة النشا اللي عندي، وعليها كمان معلقة العسل والكاكاو. وهبدأ ان انا اخلط كل المكونات دي مع بعض كويس جدا على البارد لحد ما كل الكاكاو كده يختفي زي ما انتم شايفين. هرفعه بقى على نار متوسطة وايدي فيه لحد ما النشا تستوي والقوام يتقل. اول ما بشيله من على النار ببدأ ان انا احط عليه الشوكولاتة الدارك بتاعتي، وبرجع اقلب تاني كويس جدا لحد ما الشوكولاتة تدوب تماما. وبس كده، شوفولي بقى القوام بتاعه بيبقى تقيل كده، وهو ده الفرق بين الايطاليان هوت كوفي والفرنش هوت كوفي. الفرنسي ما بيبقاش عليه نشا خالص، فبيكون قوامه سائل كده، ما بيكونش فيه القوام اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى مش بيبقى تقيل زي اللي انتوا اللي قدامكم ده. اختياري بقى، ممكن تحطوا عليه شوية من القشطة كده من فوق او الكريمة، وطبعا بما اني بعمله للبنات فلازم احط كريمة بيحبوها، ورشيت عليها رشة كاكاو. النوع التاني هو الهوت شوكليت بالكراميل، وده مش صحي قوي لان طبعا نستخدم فيه الكراميل. عندي كوباية من اللبن، معلقة كبيرة مليانة من السكر، وعندي مية هاخد منها بس حاجة بسيطة قوي وانا بعمل كراميل، وعندي معلقة نشا، وعندي برضو شوية من الشوكولاتة، كان مكعب من الشوكولاتة. ما استخدمتش كاكاو في المرة دي، تقدروا تشيلوا شوكولاتة لو مش عايزين وتستخدموا كاكاو. حطيت السكر في الكسرولة، حطيت عليه نقطتين بس من المية كده، وارفعهم على نار متوسطة لحد مش هاجي ناحيتهم خالص لحد ما الكراميل يبدأ يكرمل. في الوقت ده حطيت النشا على اللبن، كوباية اللبن اللي احنا مجهزينها، وطبعا اللبن بيبقى بارد عادي خالص، وهقلبهم كويس جدا لحد ما الكراميل عندي يجهز. اول ما الكراميل السكر بتاعه بيكرمل من على الجوانب، ببدأ ان انا اقلبه عادي خالص علشان ما يتحرقش مني، وعلشان كل السكر الموجود يكرمل معايا لحد ما كل السكر بيكرمل وياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده بقى عندكم اختيارين، يا اما تحطوا معلقتين من الكريمة، يا اما تحطوا معلقتين من اللبن، او تحطوا اللبن على طول. ولكن انا عملت خطوة الكريمة دي عشان اخد منها معلقة، اخد من خليط الكراميل كله كده معلقة بس على جنب علشان ازين بيها الكريمة. ولكن انتوا تقدروا تحطوا على طول كوباية الحليب بالنشا واحدة واحدة كده، وبرجع اقلب تاني لحد ما التكتلات اللي قدامكم في المعلقة دي تختفي. يعني برفعه تاني على النار هادية لحد ما التكتلات دي تختفي خالص. اول ما التكتلات دي اختفت، هاخد بقى المعلقة اللي بقولكوا عليها على جنب، وبعد كده الكمية اللي باقية عندي دي هحط عليها كوباية اللبن اللي احنا مدوبين فيها معلقة النشا. هقلب بقى على طول. الكراميل بيبقى سخن واللبن ساقع، هرجع اقلب تاني، والنار عندي برضو شغالة على الهادي. هرجع اقلب لحد ما النشا تستوي وقوام اللبن يتقل. وبعد كده هضيف الشوكولاتة. لو انتوا مش هتحطوا شوكولاتة في الوصفة دي وهتحطوا بس كاكاو، فهتضيفوا برضو الكاكاو مع كوباية اللبن والنشا. هقلب برضو تاني الشوكولاتة لحد ما تدوب تماما، وبس كده
النوع ده من الشوكولاتة الهوت شوكليت بيبقى خلص. رشة ملح بسيطة قوي وبس كده. هرجع اقلب بس تقليبة سريعة واحطها بقى في المج بتاعي او الكوباية زي ما تحبوا. نفس القوام بالظبط بتاع اللي فات، وبيبقى طعمه حلو جدا. ولكن زي ما قلت لكم اللي بيحب المشروبات دي صحية فهو نوع مش صحي. الاولاني صحي، ده لا. بس كده بيبقى جاهز، تقدروا تشربوه زي ما هو او برضو تحطوا عليه شوية من الكريمة على الوش. انا هحط شوية من الكريمة كده وهوزع عليها معلقة الكراميل اللي انا شلتها على جنب. ولكن في العادي لما انا بعمل في العادي مش بالضروري خالص ان انا احط كريمة، وانا كمان مش بفضلها عشان بتبقى تقيلة، بس عشان التصوير وعشان افرق انواع الكراميل قدامكم. تالت نوع هو الشوكولاتة البيضاء السخنة، بتبقى طعمها لذيذ جدا وقريبة للسحلب. عندي كوباية من اللبن، وعندي كمية من الشوكولاتة البيضاء، هحط لكم المقادير زي ما اتفقت معاكم في صندوق الوصف. وعندي معلقة من النشا، وعندي كمان نوع فانيليا يكون كويس شوية، يعني اللي بيبقى فيها حبوب الفانيليا الطبيعية دي، او نوع فانيليا بيضة تبقى حلوة. النوع ده بقى من الهوت شوكليت تقدروا تحطوا عليه اي نوع من المكسرات او زبدة المكسرات، زبدة فول سوداني، زبدة لوز، زبدة فستق اللي عندكم، او حتى ممكن تحطوا عليها مكسرات عادية مطحونة، بيبقى طعمها حلو جدا. بس النهاردة هعمل لكم اللي هي الوصفة التقليدية او البسيطة. حطيت كوباية اللبن الساقعة في الكسرولة، وحطيت عليها معلقة النشا، وهبدأ ان انا اقلب كويس جدا، وهضيف عليها الفانيليا. اي نوع عندكم من الفانيليا يكون نكهته قوية شوية وريحته حلوة هيفرق قوي في نوع الهوت شوكليت ده. هقلب بقى تاني علشان بس النشا تتقلب كويس او تدوب كويس، وكمان الفانيليا، وهرفعهم برضو على نار متوسطة وايدي فيهم لحد ما النشا تستوي معايا والقوام يتقل. واول ما بننزله احط حاجة بسيطة قوي قوي من الملح، واحط عليهم كمية الشوكولاتة البيضاء. وبرضو بالمناسبة النوع ده مش صحي، لان الشوكولاتة اصلا البيضاء بيبقى عليها كمية سكر كبيرة. هقلب بقى كويس جدا لحد ما كل الشوكولاتة عندي تدوب في الوقت ده، وبعد كده هضيفه بقى في كوباية اللي احنا مجهزينها. زي ما قلت لكم تقدروا تحطوا اي نوع مكسرات على الوصفة دي، بتبقى لذيذة قوي. هي بيبقى طعمها كده طعم السحلب، وبيبقى فعلا طعمها حلو جدا. انا حطيت عليها شوية من الفستق المجروش من فوق كده وبس. بيبقى طعمها لذيذ جدا، قوامها مناسب، وريحتها حلوة قوي. اللي استخدمته فانيليا نوعها كويس. نيجي بقى لاخر نوع، وده اللي هو بيبقى محبب لقلبي كده، واللي بعمله بالنهار وبعمله برضو بطريقة صحية، اللي هو الهوت شوكليت بالقهوة. طعمه حلو جدا، ولكن هقول لكم ايه اللي انا استبدلته منه. عندي معلقة كبيرة من الكاكاو، وعندي اي كمية من الشوكولاتة الدارك اللي انتوا بتحبوها. انا حطيت تقريبا 4 مكعبات برضو. وعندي معلقة من النشا، وعندي معلقة من السكر، ودي هتبقى في الوصفة الأساسية ولكن أنا مش هحطها. وعندي كوباية من اللبن، وعندي بقى اللي هتديها الطعم والغناوة والفوقان كده، هي شوت من القهوة أو فنجان من القهوة. لو هتعملوا قهوة تركي صفوها أو خففوها شوية، أو المناسب قوي ليها القهوة اللي هي سريعة الذوبان. تعملوا فنجان صغير كده بنص معلقة قهوة ومعلقة سكر مثلا، وخلاص تبقى جاهزة عندك. حطيت اللبن، حطيت النشا، السكر المفروض برضو هتحطوه في الوقت ده مع الكاكاو والنشا، ولكن زي ما قلت لكم انا مش هحطه. وبعد كده هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض كويس ولحد ما الكاكاو والنشا يدوبوا. لو حد متعود على السكر ما تجربوش الوصفة دي من غير ما تحطوا سكر، لان هي بتبقى مرة جدا فمش هتحبوها تماما. تقدروا كمان تحطوا عليها عسل او ميبل سيرب، او كمان لو عندكم دبس تمر هيبقى حلو جدا عليها، بيبقى لايق مع الشوكولاتة والكاكاو والحاجات دي.
بعد بقى ما سخنت عندي واخدت القوام المظبوط من النشا بعد ما استوت، حطيت عليها الشوكولاتة وحطيت كمان القهوة، وهرجع اقلب كويس جدا 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 لحد ما الشوكولاتة اللي عندي تدوب تماما. احطها بقى في الفنجان بتاعي. والنوع ده من الهوت شوكليت ما تعملهوش طبعا بالليل لانه بيبقى عليه كمية قهوة، وحلوة قوي لو انتوا صاحيين لاقيين الجو ساقع كده وعايزين في نفس الوقت حاجة برضو تفوقكم، هيبقى ميكس حلو قوي مع بعض. حطيت عليه شوية كريمة برضو، وبس كده بألف هنا وشفا. الأربع وصفات النهاردة خلصوا. اعتقد ان هما مختلفين شوية وجداد، اتمنى ان هما يكونوا عجبوكوا، ويكون في واحد كده لفت انتباهكوا وقررتوا ان انتوا تطبقوه. بفرح جدا بتطبيقاتكوا لما بتعجبكوا، فان شاء الله تجربوا اي نوع من الانواع دي او اكتر من نوع، وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات فيه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب. مع السلامة.